فاكرين العلبة دي؟ ايوه، ده الفسيخ اللي عملناه سوا، ونزلت الفيديو بتاعه من 4 أو 5 ايام. طبعا الفيديو كان متصور قبلها بكتير، وهو دلوقتي كمل 10 ايام بالظبط. فانا هفتح عليه معاكم دلوقتي، وان شاء الله ان شاء الله النتيجة تبقى مرضية ويعجبكم بإذن الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي كتير، واعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. بصوا العلبة علشان مقفولة جامد، فكنت بحاول افتحها بالسكينة. بصوا العلبة نضيفة ازاي من جوه، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. تعالوا بقى لما نشوف الكيسة. اكيد انتوا طبعا اللي اتفرج على الفيديو فاكر اللفة بتاعت الكيسة. هنفتحها بقى بالمقص اختصارا للوقت كده. صلى على النبي كتير عليه افضل الصلاة والسلام. هنا كنت بقول لكم يا لهوي على الريحة وجمال الريحة. الريحة كانت خطيرة، خطيرة تفتح النفس. مش ريحة حاجة معفنة، مش ريحة حاجة بايظة، ريحة حاجة انت عايز تجيب رغيف دلوقتي وتاكل. ما شاء الله تبارك الله. بصوا 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 الحلاوة، بصوا الحلاوة، بصوا الحلاوة. الفسيخ كان يعني بيقول انا عايز حد ياكلني. ايه الحلاوة دي، ما شاء الله. شوفوا، شوفوا الفسيخة شكلها جميل ازاي ودايبة. بصوا دايبة دوب. ما شاء الله الحجم ده خد 10 ايام بالظبط، من 10 ل11 يوم يعني. بسم الله ما شاء الله. شوفوا شوفوا الجمال، الحلاوة دي. بصوا انا عايزاكم بقى تركزوا في المية اللي طالعة من الفسيخ. بصوا النغشيش لما حطينا فيها بقى الحاجات اللي حطيناها، لو شفتوا الفيديو بقى هتعرفوا. بصوا 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 المية اللي نازلة من الفسيخ. ايه ده، مية مخلل دي ولا مية فسيخ دي؟ دي مية اصلا تفتح النفس، ريحتها تفتح النفس وشكلها يفتح النفس. شوفوا ورق اللوري اللي موجود، وشوفوا شوفوا حبوب الفلفل الاسود. ايه الحلاوة دي يا خالته هند. انا بصراحة كنت منبهرة، منبهرة من الفسيخ طالع. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حلو 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 يعني. بصوا انا حبيت اطلعه لكم كله واحدة واحدة علشان يبقى فيه مصداقية، ويبقى ايه كلامنا واضح مع بعض. صلوا على النبي كتير. بصوا 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 انا اتعمدت مقطعش الحتة دي بالذات علشان تشوفوا بعينيكم. بصوا ده ورق اللورا اللي احنا كنا حاطينه في الكيسة، وبصوا بسم الله ما شاء الله. مش حاجة بقى نقعد نقول اف ويا ونقرف لما نفتح الكيسة ونلاقي الريحة نشمئز منها. ده اللي كنت بكلمكم فيه في الفيديو، انكم لما تفتحوا الكيسة هتبقوا عادي خالص، ولا قرفانين ولا اي حاجة. بالعكس السمك ريحته جميلة وريحته تفتح النفس، مفيهوش اي حاجة تضايق، مفيهوش اي حاجة تشمئزوا منها. هشيل بقى الزيت والمية دي علشان ما تقعش في حتة، هشيلها على جنب. طبعا انا هفتح معاكم الفسيخ بس مش هقدر افتحه بالمنظر ده. لازم اخد الفسيخ الاول تحت الحنفية اشطفه. ايه ده يا خالته هند، هو في حد بيغسل الفسيخ؟ ايوه يا حبايبي، لازم قبل ما تشتغلي فيه تاخديه تحت الحنفية كده شطفة صغيرة بس كده تحت الحنفية. علشان كنت بقول لكم لا مش هينفع نشتغل فيه كده، لازم ناخده تحت الحنفية. ننزل بقى بواقي الشطة اللي عليه والحاجات ونخليه كده فل قشطة. ما تقعديش بقى تدعكي فيه، ده انت يا دوب هتنزلي مية عليه بس، يا دوب المية تنزل عليه بس، وتروحي بقى جايباه. بس طبعا الفسيخ اللي هتاكليه بس، لكن لو يعني مثلا هتاكلي 2 اعملي الاتنين بالطريقة دي، والباقي هتحطيه في علبة وتشيليه في التلاجة. هتعملي على يعني اللي هتحطيه هتغسليه هتعمليه على قد الاكل اللي هتاكلوه بس. بصوا لما انا شطفته تحت الحنفية نضف ازاي. لازم تشطفيه تحت الحنفية عشان انت هتمسكيه بايدك وهتشتغلي فيه، وايدك دي هتلمس اللحم اللي جوه، فما ينفعش عشان يبقى الشغل كده على نضيف. بصوا بقى، بصوا بس والله والله الاضاءة ظالمة الفسيخ. بصوا بطنه ما شاء الله ما كانش فيها حاجة يعني، كانت نظيفة نوعا ما، كانت كويسة. بصوا، بصوا اللحم ما شاء الله دايب واحمر وجميل، وريحته حلوة، ريحته كانت تفتح النفس. مفيش اي حاجة تضايق ومفيش اي ريحة مش مستحبة خالص، والفسيخ ريحته جميلة ومعمول في البيت ونضيف عاملينه بايدينا.
ولا محتاجين نشتري ولا محتاجين نوجع قلبنا. ومعمول كمان بالسمك الطبار مش البوري، يعني كمان سعره على قد ايدينا شوية. هنا بقى كنت بقول لكم هنضف الباقي واجيلكم. بصوا السمكة التانية، بسم الله ما شاء الله على الحلاوة. ايه ده، ايه ده، اعملي بقى كده احلى فسيخ من ايدك بطريقة خالته هند. اعملي فسيخ البيتي بتاع الامهات بتاعنا من غير تعقيد ومن غير ما نقعد نكبر لك الدنيا. بصوا الحلاوة، بصوا الجمال. ليمون بقى وبصل، واغسلي احزانك. بصي هو ده اللي بيغسل الاحزان، ما تقوليليش حاجة تانية. ما شاء الله على الحلاوة. كان طعمه جميل، والملح بتاعه بقى ما اقولكوش كان مظبوط بشكل. واصلا الطبار بيبقى مسكر، مش بيبقى زي البوري. البوري بيبقى مر شوية كده ولحمه مليف وشكله غريب، انما ده بيبقى مسكر كده ولذيذ وحلو. ما شاء الله والله العظيم، كان تحفة، كان تحفة حقيقي. بصوا بقى نعصر بقى ليمون بقى. بص خالته هند هتدوق قدامكم دلوقتي اللحظة اللي مصر كلها بتعجب بيها اللحظة دي. بصوا بصوا بصوا، ايه ده، كريمة ده ولا فسيخ ده؟ ده ايه ده، مربى ده ولا ايه؟ اغسلي احزانك بقى، بصي اغسلي احزانك. الله، الله، الناس بتوع اف ويع ما يجوش هنا، عشان انا الفسيخ بتاعي ما يتقالش عليه اف ويع، لان هو ملوش ريحة ونضيف وجميل وزي الفل. هتعملي شوية فسيخ زي الفل وزي الورد. تسلم ايديكم كلكم يا حبايبي، ان شاء الله تعملوا احسن من ده بكتير. طبعا اللي كانوا بيصوروني عمالين لي يلا يلا انا من اللخبطه عماله اخد لقمه كبيره يلا مش مشكله، انتوا مش غرب. ايه رايكم؟ ما كنت بقول لكم بقى بصوا قولوا باي باي للهم والحزن. كنت بقول لكم قولوا باي باي للهم والحزن. ايه الحلاوه دي يا خالته انت؟ لا لا، يتدرس، والله يتدرس. الكون ان هو معمول في البيت بالامكانيات البسيطه دي، معمول بسمك الطبار، مش معمول بالبوري يعني، ويطلع بالنتيجه دي. لا، ده انا بستاهل سقفه، لا ده يستاهل زغروطه. صلوا على النبي كتير، واعملوا لايك للفيديو، واعملوا احلى حاجه من ايديكم، والسلام عليكم.